بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. إخواني أخواتي، السلام عليكم من جديد. إن شاء الله شيوة جديدة بشيوة جميلة أمزميز. أولا وقبل كل شيء كنشكر المتابعات والمتابعين والناس ديال اللي يجيو وديال لي كومونتير، مشكورين بزاف بزاف، ونتمنى يكونوا كيدوزوا رمضان الكريم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم الفكره ديال الطريقه ديال الفقاس، تيجي لذيذ وزوين، ونتمنى تعجبكم الفكره والطريقه ديالي. بسم الله على بركه الله. المقادير كالتالي الاخوان والاخوات. انا حبيت نشارك معكم هذه الطريقه ديال الفقاس، كيجي لذيذ ونتمنى يعجبكم. يا بسم الله على بركه الله. عندنا الدقيق الابيض حسب الخليط. عندي نافع، معلقه كبيره طحون، شويه ديال الملحه، 2 أكياس ديال الفاني، 2 أكياس ديال الخماره ديال 8 غرام ديال الحلوى، وعندي 2 كيسان ديال سكر سنيده، القليل من اللوز مهرمش، 6 ديال البيضات كاملين، القليل من السمسم تا هو مقلي ومنقي، وعندنا زيت نباتي 2 كيسان ديال العنبه، بالعبار ديال الكيسان ديال العنبه. والمقادير ان شاء الله تلقاوهم في صندوق الوصف. وعندي المربى نتيا والكميه اللي بغيتي. عندي المربى ديال المشمش كتجي فيه زوينه في هذا الفقاس، نتمنى تعجبكم الطريقه. اخواني اخواتي، ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير ديال هذا الفقاس. بسم الله. تنديروا البيض، 6 ديال البيضات، سكر سنيده، 2 كيسان ديال العنبه، والفانيلا، قريصه ديال الملح صحيح الضغط. تنخلطوهم. بسم الله. يتخلطوا يعني ينسجموا. كنزيدو هاد الخمارات ديال 8 غرام ديال الحلوى، الفقاس راه ما تيحتاجش خدمه بزاف، ما كيبغيش غير كنخلطوا هاد العناصر حتى كيتخلطوا لنا مزيان. خلطوا. تنضيفوا عليهم دابا الزيت نباتيه، 2 كيسان ديال العنبه، كنخلطوا بشويه بشويه، كيتخلط لينا مع الزيت. الخليط ديالنا خلطناه حتى حصلنا على هذا الشكل. كنضيفوا دابا، كنحصلوا على خليط على هذا الشكل. كنبداو نضيفوا الدقيق دابا تدريجيا بشويه بشويه. العجينه ديال الفقاس عادي، غير هو نخليو هاد المربى وهادشي من بعد راه كنطلقوه. المهم ندير معكم الطريقه كلها باش تستافدوا، واللي بغى يديروا راه كيجي زوين، كيجي لذيذ. وتنغيروا على الفقاس اللي تنديروا يوميا بهذه الطريقه. تنغيروا على الطريقه ديال الفقاس ديال الاعياد اللي كنديروا بهذه الطريقه. راه يعجب حتى الوليدات لحقاش يكون فيه المربى، يعجبهم بهذه الطريقه. نتمنى ديروه وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. كنبقى مستمره حتى كنجمع العجينه ديالي. الدقيق كنبدا نضيف بشويه بشويه باش ما كتقصحش ليا. اخواتي، العجينه ديالنا هي جمعناها على هذا الشكل، حتى نعجنوها حتى كتجمع لينا، وكنحصلوا على عجينه على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم مره اخرى الفكره. دابا كنقسمها في الاخر، كندير شويه الزيت باش كنجمعها وكنقسمها. مثلا نحتاجوش ليه كاع نصايبوه، نقسموه كرات
حتى كنكملوهم. نرش دابا سطح العمل بشويه ديال الدقيق باش كيساعدني في التوراق ديالو. بسم الله. الطريقه راه بسيطه ونتمنى تعجبكم. مره اخرى واخا تشوفوه كيصايب لكم هكا ما تخافوش منه، دير شويه ديال الدقيق تعاونوا به. راه تيجي لذيذ في الحقيقه، هذا راه رائع. نتمنى مره اخرى تعجبكم الطريقه. ورقت العجين ديالي تحصلت على هذا السمك، تنديروه متوسط، سمك متوسط. تندهنوه دابا بالمربى، مربى المشمش. كنسرحو على كلها، تيجينا داك المذاق ديالو كيعطي زوين. نزيد واحد شويه، كندهنوها كلها. كنضيفو دابا داك اللوز. بسم الله. اللوز المهرمش تيعطي لها مذاق زوين. وكنضيفو شويه ديال السمسم، اي مجنجلان مقلي ومطحون، عفوا مقلي. شويه راه تقلبت مع الصيام. شويه ديال النافع، هاد تعطيونا واحد الماء. نزيد شويه اللوز من الفوق ملي كنديروا داك الجنجلان مع جاني بان لي شويه ناقص، هو المذاق تيعجبني الحقيقه، تيعطي مذاق زوين. وكنبداو نلويوها هكذا، كنبداو نطويوها بهذا الشكل هكا. كنتحكموا في الجناب مزيان وكنبقاو غاديين هكا بهذا الشكل. كنحصلوا على رولي ديال الفقاس. كنغيروا على طريقه الفقاس العادي، كنحاول نسدوها هكا صافي. اهو نخليوه على هذا السمك هكا، ما كنصايبوه ما والو، هكا حتى كنطيبوه. انا عندي لاطه دهنتها بشويه ديال الزيت، وهاد الطويه ديالو راه تنديرها من التحت باش كتجينا تتسد. كيجينا فقاس رائع في الحقيقه. نتمنى مره اخرى تعجبكم الفكره والطريقه، وراه نستمر نكمل الطريقه ديال اللي باقي عندي. كنستعن من الدقيق، ما تخافوش منها تلصق لكم في سطح العمل ولا في الرخامه ولا. المهم هو تستعنوا بالدقيق الابيض باش ما يخلعكمش، تخافوا تلصق لكم. راه ديروا غير رشوا هكا شويه بالدقيق صافي، وتتورقوا بشويه، ما كتوركوش عليها، غير بشويه هكذا مرخوفين. وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه اللي درنا بها الاولى. كنبقى غادي هكا. والسمك ما تتغلطوا، ما ترققوا في القياس، تحاولوا باش ما تلصقش ليا. زدت شويه ديال الدقيق. هانتوما الطريقه راه ساهله، غير تحاولوا تدلك تصايبوا، ترخفوا يديكم معاه، ما توركوش عليها باش ما تلصقش وباش ما ترققش بزاف. صافي حسنا على هذا الشكل. كنضيف ليها حتى هي المربى. نتمنى يكون الشرح واضح وتعجبكم الفكره. ديروها لوليداتكم بالنسبه للاعياد.
كتجي زوينه. الاخوات، هاد المربى اللي ما تعجبوش هكا طريفات، انا كيعجبني هكذا عادي. اللي ما يعجبوش راه كيدوزو من الصفايه باش كيحيد دوك سميتهم، ما تيبقاوش هاد طروفه شويه. انا تيعجبوني، اللي بغى يديرهم هكا يديرهم. كنضيفو دابا اللوز مهرمش، ما مقلي ما والو، هاد مسحتو وهرمشتو في. كنضيف السمسم، الشنجلان حتى هو راه المذاقات بثلاثه ملي كنخلطهم كيعطيونا مذاق رائع في الحقيقه، وكلهم فيهم فوائد صحيه. كنضيف شويه ديال النافع حتى هو راه صحي زوين. ندير واحد شويه ديال اللوز في الجناب، انا كيعجبني اللوز، ومعايا شي ناس في الدار تما راه كيموتوا على اللوز. وكنبقى نطويها بنفس الطريقه ديال الاولى، كنتحكموا فيها هكا ونبقاو غاديين نفس الطريقه. هو راه ساهل، غير كيبغي الخاطر. صافي، وحنا حسنا على كنقادو هكا بيدينا. حتى كنحطها كاع في الخلاطه وتنقادوها، تنبعدوهم شويه باش يتلاصقوش لينا. مستمره اخواني اخواتي باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى كنكمل ونكمل معكم. شعلت الفران على درجه الحراره 150، شاعلين من التحت. كنتقبهم دابا، اللي بغى يدهنهم كيدهنهم، اللي ما بغاش ما كيدهنهمش. كنتقبهم باش ما كيطرطقوش، وكندخلهم حتى كيطيبوا لينا. يطيبوا لينا نص طيبه وكنخرجوه. اخواتي اخواني، الفقاس ديالنا راه طاب لينا. الكوبات ديال الفقاس تنديروا زيت فازك، تنعصروه مزيان وكنحطوه فوق منه، وكتقدروا تخليوه حتى يبات ليله كامله في الثلاجه، والنهار الاخر تقطعوه. الا ما كنتوش مسالين في هذاك النهار اللي صيبتوه فيه، تغطيوه بهذاك الزويف وكتخليوه في الثلاجه حتى النهار الاخر وكتقطعوه وطيبوه. البنات، ندير معكم الطريقه ديال التقطاع ديال الفقاس. انا درت عليه زفاز وبيتو في الثلاجه لحقاش كنت مشغوله. الا ما كنتوش مشغولين كتخليوه واحد الساعه، تتغطيوه بزفاز وتخليوه واحد الساعه، عاد كتبداو تقطعوه وديروه يطيب. بسم الله. صدقوني راه هاد الفقاس كيجي اقتصادي وزوين لذيذ. نتمنى تعجبكم الفكره مره اخرى. الطريقه ها هو كيفاش كيجي، راه كيجينا زوين. وكنبقى غاديه بنفس الطريقه ديال التقطاع حتى كنكمل ونديروه يطيب. قطعت الفقاس ديالي، ندخلو دابا الفران مسخنه على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت باش يتحمر لينا من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، ونكمل معكم ان شاء الله. اخواني اخواتي، الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا هو كيفاش تيجينا. نتمنى تعجبكم الفكره والطريقه مره اخرى، وديروه مع الوليدات ديالكم والعائلات ديالكم ان شاء الله في مناسبه عيد الفطر. والمقادير راه تلقاوهم في صندوق الوصف. وتنشكر بزاف المتابعين والمتابعات، والناس ديال لي جيم، والناس ديال لي كومونتير، والناس اللي تابوناو جداد. كنشكرهم بزاف. وكنتمنى يدوزوا رمضان الكريم يكملوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وشكرا جزيلا، ونتلاقاو ان شاء الله في شيوه جديده بشيوه جميله عن سميز، والى اللقاء.